بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. يمكن النهارده كان في مباراة ودية النهارده مع نادي الشمس، انتهت 2-1 لصالح نادي الزمالك. يمكن شارك جميع البدلاء وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا. اللي لفت الأنظار النهارده كوستا لعيب كويس جدا، لعيب مقاتل، لعيب نال إعجاب الجهاز الفني، خصوصا طبعا المدير الفني جوميز. يمكن انا شايف انه مش هيكون ليه فرصه كبيره جدا خلال الفتره الجايه. يعني انا بحس ان اللعيب ده من 100 عقبه، يعني اللعيب ده اعتقد ان هو هيكون ايقونه في نادي الزمالك، وافتكروا كلامي بعد كده. لعيب عنده حماس، عنده حميه. يمكن بنشوفه حتى في الماتشات اللي هو بيلعب فيها، الماتشات الوديه، او الماتشات اللي حتى بيبقى فيها احتياطي، بيبقى ازاي متحمس وازاي بيبقى مشجع اكتر منه لعيب. فكوستا، انا بقول يا جماعه كوستا ده هيكون ايقونه في نادي الزمالك او لجمهور نادي الزمالك خلال الفتره الجايه باذن الله تعالى. يمكن طبعا هي مباراه وديه 2-1، مش يعني ما فيش مشكله، يعني الراجل بيجرب، ولكن لازم نعترف ان هناك في اخطاء، ان احنا مش ده فريق الزمالك اللي احنا عايزينه. المفروض فريق الزمالك اقوى من كده. يمكن الماتش الشوط الثاني خصوصا في مباراه البنك الاهلي بينت ان في سلبيات كتيره وفي نقاط ضعف كتيره لابد ان يتم معالجتها. احنا داخلين على ماراثون طويل جدا، ماراثون دولي. هتلعب بقى مع سموحه، وهتلعب مع اسماعيلي، وهتلعب مع الاتحاد، وهتلعب مع سيراميكا كليوباترا، وهتلعب مع بيراميدز، وهتلعب مع الاهلي، هتلعب مع المحله، هتلعب مع فرق كتيره جدا. انت قدامك فتره كبيره جدا لابد ان انت تصلح فيها الاوضاع، ولابد ان انت تركز فيها على نقاط الضعف عشان تقدر تحلها. عشان كده شهر يناير هو الفرصه الوحيده لابرام صفقات قويه، صفقات تفيد الفريق، صفقات الراجل عايزها فعلا. انت محتاج، يمكن انا محتاج وسط مدافع مهم جدا جدا جدا، محتاج جناح شمال، او محتاج مهاجم. فاعتقد ان في تحرك كبير جدا في موضوع الصفقات وهيكون في مفاجآت فعلا في الصفقات. المجلس يمكن بيتحرك، المجلس حاسس بالخطر، حاسس بالجمهور ومطالب الجماهير، وحاسس بالفريق ان هو لو ضيع اي بطوله هيبقى مشكله جدا بالنسبه لمجلس الاداره. عشان كده في تحرك في جميع الجهات، في تحرك بالنسبه لصفقه اللاعب الاجنبي. مش عارفين ايجاريا، وممكن يكون في احسن من ايجاريا، ولكن هتحل مشكله سامسون ازاي؟ اعتقد ان في تفكير في مجلس الاداره دلوقتي بحل هذه المشكله. ايه الحل يا جماعه؟ ان هم ممكن يرجعوا كونراد تاني، مشلاك لنادي احد تاني السعودي، خصوصا ان هو جاي ببلاش. يعني هو جاي من الزمالك ما تحملش فيه يمكن دولار واحد بس، فعشان كده ممكن ان هو يرجع تاني للنادي بتاعه، وانت تحلت مشكله المكان الفاضي من اللاعب الاجنبي. هتجيب لاعب اجنبي تاني، ممكن تجيبه تحت السن برضك. فسامسون من وجهه نظري سامسون لعيب كويس. سامسون يمكن افضل من قدرات مشلاك زي ما قلت قبل كده ان هو ما بيلعبش حماس، ما قدمش مردود جيد. يعني هيدوا له فرصه ليناير، ولكن انا ما اعتقدش ان اللعيب ان هو ممكن يفيد لحد شهر يناير، ولا هيفيد في اي حاجه خالص. هنا في توقف بعد كده، هيبقى يوم 10 اعتقد، من 10 ل 22 نوفمبر القادم. ويمكن هيكون ده موعد برضك، يمكن بعد التوقف ده هيرجع لنا بقى محمود حمدي الونش. احمد حمدي لسه قدامه فتره شويه، زيزو لسه قدامه برضك فتره برضك، حوالي ممكن اسبوعين لثلاث اسابيع عبل ما يرجع وعبل ما يسترد تاني عافيته. بالنسبه لمحمد حمدي يمكن بدا العلاج النهارده عشان عنده مزق في العضله الاماميه، او مزق في الغضروف. فان شاء الله باذن الله يعني مشكله سامسون دي تتحل ازاي يا جماعه؟ تتحل زي ما قلت ان في تفكير في المجلس ان مشلاك هو ممكن يمشي في يناير، وممكن يخش مكانه لعيب اجنبي جديد، او اللي هو اللعيب الخامس، المكان الخامس. ما حل المشكله، واحنا بقى مشكله الفلوس، لان طبعا هو محتاج حوالي 1,100,000 دولار عشان ان هو يمشي. اتمنى ان جوميز يديله فرصه تاني، يرجعه تاني للتدريبات الجماعيه. ربما ان هو يحتاجه في الفتره الجايه، خصوصا انت مش ضامن بقى، انت عندك ماراثون وعندك اصابات وعندك مشاكل كتيره جدا، فانت محتاج كل لعيب في الفتره الجايه دي. دايما الزمالك موفق. شكرا.